إصابة الشناوي في مباراة كاب فيردي، وبينزل أبو جبل علشان نفتكر كده ذكريات النسخة الأخيرة من أفريقيا، وأبو جبل اللي بينزل وركلات الترجيح ويقودنا للفاينل، وبنوصل للفاينل قدام السنغال ولكن للأسف بنخسر. ولكن بنتمنى ان السيناريو ده يتكرر تاني ونشوف السيناريو ده يحصل تاني، ولكن السيناريو ده يحصل تاني بس في الاخر يتغير شويه، يتغير في ان احنا نكسب ونرفع احنا الكاس والبطوله الثامنه. ولكن سيبك من كل الكلام ده، الحقيقه في نغمه ساذجه جدا بشوفها الفتره الاخيره، او بشوفها من امبارح او من مباراه غانا، وهو كل جمهور متربص للاعيبه الخصم. يعني مثلا جمهور الزمالك متربص للاعيبه الاهلي، خاصه امام عاشور وكهربا ومنعم والشناوي. دلوقتي محمد هاني بقى اساسي في مباراه كاب فيردي، فلا تعالى نستلمه ونقلل منهم، واصل هم اسباب الاجوان، واحنا طول ما الاهلي هو مسيطر على لعيبه الاهلي في المنتخب فاحنا مش هنيجي لقدام، وكلام ساذج ملوش اي لازمه. منعم من افضل المدافعين في افريقيا، مش هقول لك في مصر بس، وكرة توفيق وسوء توفيق. ايه المشكله لو هو مش موفق؟ رغم ان منعم مقدم اداء رائع جدا، ولولا منعم لكنا مش هنشوف التعادل بسبب كوارث حجازي. طيب محمد هاني لعب، تقليل من محمد هاني واصل اللي جوان منه واصل مش عارف ايه. الناس دي بتتفرج على ماتش تاني يا جدعان؟ هي الناس دي بتشوف ماتشات تانية يا جدعان؟ محمد هاني اللي افضل، انا بقول اهو، محمد هاني افضل لاعب في منتخب مصر في مباراه كاب فيردي. الراجل عمل جبهه يمين مع زيزو نار، الراجل قدم اداء رائع احسن من عمر كمال، الراجل مقدم اداء رائع جدا، اديله حقه. سيبك بقى، ارمي بقى حته تيشيرت الزمالك وتيشيرت الاهلي، انت دلوقتي في تيشيرت منتخب مصر، ارمي الحته دي. فمحمد هاني ما تتكلمش وتفتح بقك عنه. امام عاشور، هو امام عشان سابنا ومشي يعني من الزمالك فاحنا هنقعد على السقطه؟ والله اصل امام ما عرفش يباص الكره دي، اصل بص قالش ازاي، اصل بص مش عارف ايه. طب ما هو في كذا كره عمل مساهمات قويه جدا. امام عاشور مقدم اداء رائع جدا مع منتخب مصر، ولا انت عاوز تقلل منه بس عشان هو مشي وهو في الاهلي والكلام ده كله؟ فجمهور الاهلي بقى لما يقول لك امام مشطشط فهم عندهم حق فعلا، ده مشطشط على اخر. بس في بعض الجمهور الزمالك اللي غير عقلاني، اللي دماغه مفسيه ومحتاجه تتنفخ. يا معلم ده منتخب مصر، لا اهلي ولا زمالك. امام عاشور مقدم اداء رائع، مروان عطيه نرفع له القبعه، حمدي فتحي، الراجل كهربا لما نزل. انا دايما بطالب ان كهربا لما ينزل ما تنزلش كوكا. كهربا بيعرف في حنكشه في الحته دي، بيكهرب الدنيا، هو بيعرف في الحته دي. ضيع كرة امبارح بس عادي، الراجل لسه نازل، سخونه المباراه وضغط المباراه ولسه نازل، مش بيلعب من اول من اول المباراه. يعني اول ما ينزل كده بيبقى محتاج جس النبض، فعادي. ولكن هنقعد نمشيها بقى، اصل اهلي واصل زمالك ولاعيبه الاهلي اللي مضيعانا، واصل احنا لولا لعيبه الاهلي مش عارف ايه، وبص اخطاء الشناوي، اصل الشناوي في حته تانية. على فكره الشناوي مقدم، انا عارف انه مقدم مش ده اداؤه في البطوله لحد دلوقتي، وان اصابته ديت يعني ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه ان شاء الله للملاعب ويرجع سريعا لمنتخب مصر. ولكن ده الشناوي، الراجل اللي شايل مصر كتير، الراجل اللي مقدم اداء رائع. وغير كده في اخطاء كارثيه في الخط الدفاعي، فمش على فكره معظم الاهداف اللي دخلت في الشناوي من اخطاء دفاعيه. فمش هنقعد نمشيها اهلي وزمالك لان انت في منتخب مصر. لو هتمشيها اهلي وزمالك فانت ما تتفرجش احسن. ده منتخب مصر، اللعيبه كلها رجاله، اللعيبه خلاص دخلت في اجواء البطوله. فكل التوفيق لمنتخب مصر باذن الله، وباذن الله ان شاء الله نوصل الفاينل ونرفع التامنه. كلام عقلاني نفهم كده بالمنطق، سيبك من اهلي وزمالك، ونشجع لاعيبتنا وبس، وكل الدعم لمنتخبنا باذن الله.